هو لحد امتى هنفضل في الفيلم ده؟ هنفضل في الدايرة دي؟ هنفضل في سلسلة الإخفاقات اللي من بداية السيزون؟ أنا مش عارف ايه الدوري المقرف ده. يعني حرفيا كل ماتش على نفس السيناريو الزفت، وحتى لما بتكسب ما بيبقاش في أداء. النهارده يعني نوعا ما كان في أداء وفي حمية. بس أنا مش فاهم برضو انت، ما انت طول ما انت بالدايرة دي، طول ما انت بالمدرب اللي باين اصلا شخصيته مهزوزة واقف على الخط، يعني زيه زينا حرفيا. يعني انت كمدرب، انت مش دورك انك تقف على الخط تعمل لي كده. مش دورك انك عمال تتأمل يعني في جمال الملعب وجمال طاهر اللي انت بتلعبه، على حسين الشحات اللي نزل قلب الماتش، او على واحد زي تريزيجيه. الاتنين اللي نزلوا غيروا الماتش وحركوا الدنيا. طب ما حد فيهم كان يبدأ. انا مش فاهم بجد يعني. وحتة بين رمضان وإمام الاتنين اللي بيلعبوا جنب بعض، الحتة دي انت ما تفهمهاش. الاتنين يعتبر لما لعبوا جنب بعض، لا استفدت بده ولا استفدت بده. كان ممكن مثلا يبقى تلعب ديانج زي ما كنت بتلعبه جنب مروان، وتقفل نص الملعب اللي هو كان النهارده المستباح حرفيا. والدفاع والتمركز كان زي الزفت حرفيا. بغض النظر عن الجول اللي دخل في الشناوي، بس هو اللي يتحمله التمركزات بتاعة الدفاع قبل الشناوي. فانا مش همسك في الشناوي واسيب الدفاع اللي هو كان شوارع وخط النص بس هو مروان هيعمل ايه؟ مروان يعتبر اللي كان شايل خط النص لوحده، هو اللي بيطلع بالهجمات. يعني في الشوط الاول احسن يعتبر ثلاثة بالعمري، مروان عطية ومروان عثمان. مروان عثمان اللي عمال مستني كرة تجيله، مفيش لعيب ولا حد بيمول له الكورة. هو كل كورة بيعتمد على نفسه، مجهودات فردية، بياخد الكرة وبيقطم، بيحاول يعمل حاجة. الوضع يعني يعتبر خامة كويسة، وباين أصلا من لمساته اللي هو خامة كويسة. بس أنت المفروض إنك تغذي المهاجم اللي هو معاك، تديله الكورة، تعمل له أسيستات. المميز في الموضوع النهاردة إنك عندك يعني رجوع تريزيجيه اللي شايفه حاجة مهمة. شايف ان تريزيجيه يعني، وبرضه النهارده حسين الشحات عمل ماتش كويس. تريزيجيه رغم اللي هو بيضيع كتير، بس اللي هو يعني باذن الله. يعني بس هي برضه مش حتته اللي هو حته المهاجم، فعشان كده مش هلومه في حته دي. هو يعتبر تمركزاته كويسه، قدر يجيب جون، قدر يخلص كذا كوره. يعني بجد يعني النهارده حاجه تقرف بجد. كان المفروض نستغل الماتش ده احسن من كده. عندك بكره الزمالك وبيراميدز لمصلحتنا بقى، عشان نفضل بقى منافسه في الدوري. الماتش بتاع بكره ده يخلص تعادل، ده لمصلحتنا يعني. او حد فيهم يكسب التاني فرق مثلا، يعني فرق سكور كده محترم. دي هتبقى حاجه كويسه عامه، اللي احنا ندخل تاني. بس هو التعادل هيبقى كل يعني ايه، الفرق هيبقى نقطة، الفرق مش هيبعد قوي. ودي هتبقى حاجة مميزة. فلو الماتش خلص تعادل يعني انت حرفيا هيبقى الدوري ده ايه ده، 38 38 37 37. انا مش فاهم بجد. كل الدعم للاهلي وما قدمناش الا كل الدعم. السلام عليكم.